سائلة تقول: أنا الزوجة الرابعة، وطلب مني زوجي أن أسكن مع زوجته الثالثة وإلا يطلقني. هو كل زوجة داير لها، أنا نقرأ السؤال كما كتب بأخطائه الإملائية والنحوية والصرفية. تقول: هو كل زوجة داير لها مسكنها، وزوجته الثالثة هي من طلبت منه أن أسكن معها، ولما رفضت رفع علي دعوة طلاق ونحن في المحكمة. دبر علي يا سيدي. أولا يجب على الرجل أن يسكن امرأته في مسكن له غلاق. اسمعوا، مسكن له غلاق تأمن فيه على نفسها، ما يسكن الأولى مع الثانية، ولا الثانية مع الثالثة، ولا الثالثة مع الرابعة، ولا الرابعة مع الأولى. وهذا السؤال واسع، أنا ماني خايف يكون فيه شوية الحيلة، لأن لما تقولي أنا يا زوجة رابعة وحب يسكني مع الثالثة، بالك الثالثة هذه عندها ديبلاكس ولا، أنا خايف. ولكن نفتي على حسب الظاهر من السؤال تاعك. إذا يسكن الثالثة مع الرابعة في نفس المسكن، يعني عندهم مطبخ واحد وبيت خالة واحدة وغرفة نوم واحدة، لا يجوز له. نعاود نولي الفتوى القديمة تاع صهيب بن شيخ الحسين، كان يفتي للجالية المسلمة في فرنسا، يفتي لهم باللي المسلمة يجوز تتزوج باليهودي والنصراني. وأنا كتبت مقال حذرت منه، ويوم أن كتبت مقال العجيب أن الوالدة نتاعو جاءت إلي وتترجاني أن أسامحه، وأنا كتبت مقال فقط، أنا ما كانتش قضية بيني وبينه، وقضية فتوى. أنت أفتيت فتوى وأنا رددت عليك، هذا ما كان. عندك علم رد علي، وهذا هو العلم وينتصر العلم. تصوروا مسلمة تتزوج بنصراني ورانا في شهر رمضان المبارك وهي صائمة، يجيب لها راس تاع خنزير، يقول هاكي ديرهن جواز بالبصل، وش من الحياة؟ ما كان بلا ما نشوفوا الشريعة، ما نروحوش نخموا في قال الله وقال رسول الله. الحياة برك، الحياة كحياة هاك. هاو نصراني ولا يؤمن بالله ولا برسوله، ولا يحترم دينك، ولا يحترم صلاتك ولا زكاتك ولا صومك ولا حجك. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالنصراني ولا باليهودي. حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا يجونا مصريين من مصر وهم نصارى، كانوا يجيبوهم يعلموا عندنا، يعلموا اللغة العربية، يجيبوهم. ولكن الشعب الجزائري دائما يعتقد أن من يتكلم العربية فهو مسلم. كانت هكذا عقيدة تاعنا، ما يتخيلوش باللي قادر يكون عربي كافر، ما يتخيلوهاش. ما لا كانوا يجوا يلي يتكلم باللغة العربية يزوجوا له بناتهم، وهو نصراني من الأقباط، ليس بمسلم. لا يجوز للمسلمة أن تتزوجه، يزوجوهم، يقعد يقرأ هنا 15 سنين، نهار يكمل يولي لبلاده، وهو نصراني ليس بمسلم. ماشي بمجرد ما يهضر لك العربية تعطي له بنتك، اسأل عنه واختبر عقيدته واتصل بالمسلمين في بلاده. هم الآن يقول لك أنا سوري، ما ناش عارفين مسيحي درزي قبطي سني شيعي. يقول لك أنا شحال من بناتهم يبعثوا لي يا شيخ اخطبني سوري. اسألي عنه، هذا لا نقول، اسألي عنه، ماشي من بعد حتى يقع الفاس في الراس ويبان لك يهودي ويبان لك. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول: هل يجوز للمعتدة أو سائلة أن تزور قبر زوجها؟ إذا كانت في حال عدتها فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها. إذا كانت في حال العدة لا يجوز، تخلص العدة وتزور قبر الزوج. ثم أنت علاها كي حابة تزوري قبر زوجك باش تدعي له، هذا هو الأصل. وأنت معتدة يجوز لك أن تدعي له. اقعدي في البيت، اقرأي سورة ياسين، قولي اللهم اجعل ثواب هذا القرآن، اجعليها دعاء، اللهم اجعل ثواب هذا القرآن لزوجي فلان، ادعي له. وهذيك فكرة الصبوحي كي يموت الميت غدوة من ذاك يروحوا النساء يدوا مرته بناته ولاده، يقول لك الصبوحي. ما فهمتمش أنا في الجزائر لما تتزوج المرأة غدوة يديروا الصبوحي في الزواج، ولما يموت الرجل يديروا له الصبوحي نهار الفراق، ويروحوا غير باش يبداو يبكوا يندبوا على الميت. هذه من البدع المنكرة.
إذا تروحي للمقبرة تدعي له هذا مش تديري، ما عندك حتى حاجة إلا أن تدعو الله للميت، هذا نعم. أما تروح باش تبدأ تبكي كما حكاو على واحد المرأة يحكيو عليها، راجلها ميت راح تزوره خلاها 4 بنات، يا الزبير يا ودي من نهار مات تعرينا، من نهار مات ما تغطينا، من نهار مات ما قرينا، بنتك قالوا لها جيبي ادوات مدرسيه ما شرينا، وليدك خصو صباط، يا الزبير يا غير تندب على راسه، حتى قال لك نامت في الليل، نامت في المنام، قال لها يا مرا راني في قبري ما رانيش في دبي، هاي ليك راني في قبري لا حول ولا قوه الا بالله. قال لها يا مرا راني في القبر مانيش في دبي، تبكي له على الصباط وعلى كذا وعلى كذا، اتقي الله. اذا تروحي تدعي له اللهم بارك، اما تروحي تندبي وتبداي تجبدي في حكايتك حكايه حياتك كاع، الرجل ميت خليه يموت يا سبحان الله، على بالك بلي الميت يعلم بزيارتك. انتم ما عن بالكم الشريعه سمحت لكم تروحوا تزوروا القبر يعني تزوروا الحجر؟ هذه عبثيه والله منزه عن العبث. الامام مالك سئل اين تكون ارواح العباد عند الزياره؟ قال تكون بافنيه القبور، يجي ويشوفك ما يقدرش، راه في عالم البرزخ، بس راه يشوفك وانت قاعد تندب وتندب وتندب، على بها يحزن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام باللي لما الميت يموت فإنه يتعذب ببكاء أهله. هنا بزاف ناس عم بالهم يتعذب محسوب ربي يعذبوا في قبره خاطر انت بكيت عليه، وعلاه يتعذب مسكين وانت بكيت عليه؟ علاه قال لك بكي عليا؟ لا وش معناتها يتعذب؟ يعني يتألم. دوك هو ميت روح تاعو تشوف فيكم، انت كي تشوف بنتك تبكي مسكينه وموتك حلا شعرها وتقطع في شعرها ويمك تقطع في حوايجها، تتعذب ولا ما تتعذبش؟ هذا هو الميت يتعذب ببكاء اهله، ماشي معناتها ربي رايح يعذبه على حاجه ما دارهاش هو. يعني كاين ناس فاهمين الحديث بمعنى الله يعذبه حق ما انتم بكيتوا عليه، وهو علاه يتعذب ما دار والو، هو مات برك، هذا ما كان. ولكن قال إن الميت يعذب ببكاء أهله، يعني يتعذب كي يشوف أهله في هذيك الحالة، بصح كي يشوفهم صابرين هم متدين ويدفنوه، ويشوف موته تقول راضينا بقضاء الله، الله يرحمك يا فلان، بناته الله يرحمك يا بابا، يماه الله يرحمك يا وليدي، نتلاقوا عند الله، وخاوته يقرأ في سورة ياسين، يروح الشاد روحوا شويه، فهمت كيف؟ هذا ما معنى يعذب، ماشي معناتها ربي يسلط عليه العذاب لانهم بكوا عليه، لا ربي ارحم من هذا. اذا المعتده لا تخرج من بيتها الا للضروره. الضروره وشنو هي الضروره؟ اذا حاجه تعلق بالارزاق كما تقسيم الميراث، قال عيطوا لها تمضي تروح ولا تبيتن الا في بيتها، لا يدركها الغروب الا في بيتها. اذا حاجه تتعلق المسكن سيسقط عليها، يجوز لا تغير المسكن، او لا تأمن على نفسها، حومه ما تقدرش تعيش فيها، اقف على روحها، فيها سراقين، فيها بانديه، فيها خارجين طريق، يجوز ان تغيرها. او انها تستوحش الى درجه الجنون. كاين شي ساكتن راجلها كان محسن معها، نهار يموت تهبل لو كانت بات في هذيك الدار، تجن خلاص، ما تقدرش تشوف حوايج وسبيته تاعو صباط والسجاده تاعو، ما تقدرش مسكينه خلاص. اذا خيف على عقلها انا يجوز نديوها تعتد في وين تامن على نفسها. اذا الشريعه رحيمه، ولكن الاصل ما كاش. تليفونات لي وحده من تيبازا، سمعوا شاني نقول لكم، تليفونات لي من تيبازا، السلام عليكم الشيخ، انا راني معتده، راجلي عنده 6 ايام اللي مات، وبالصحة أني في البحر، علاه كيف البحر؟ قالت لي يا سبحان الله جيت نحي شوية على قلبي أنايا، الراجل مات ونزيد أنا قاعدة في الدار مغلقين، مغمومة، حسبنا الله ونعم الوكيل. راجلها مات 6 أيام، توعرت في الرمل تاع تيبازا، توعرت فوقه، جات تنحي على قلبها، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مرة واحد يموت ويخليها، هذه مرة تموت وتخليها، هذه مرة عيود ما تقرأ راجلها القرآن تصدق عليه، هذه سورة ياسين، هذه فاتحة، هذه قل هو الله أحد، هذه سورة البقرة، كل مرة تبعت له حاجة. عن بالك الميت نهار يجيه الثواب، يا كيما أنت في الحبس، شتو في الحبس كي تدي القفة لوليدك ياكلها وحده،
يا ودي هذيك القفه يلايم صحابه وقع ياكلوا فرحانين. شفت كيفاه؟ يا والميت انت كي تبعت له والله العظيم غير تقسم على اهل المقبره، تقسم يدي ويقسم، لان اهل المقبره يتعاونوا بيناتهم المسلمين الصالحين، يا ويقسم على اهل المقبره ماشي غير لوليداك، كاع المقبره تنور. وهذوك الموتى الارواح تاع المسلمين الموتى يولي يقولوا بيننا رجل صالح، بيننا رجل صالح، يقولوا فرحانين لان هذاك الثواب كي تبعته له انت يدي ويقسم، ابعث لفلان مد لفلان. شوف كيفاه، لا تظنن الموت موتا، انما هو الا نقلة من ها هنا، الا نقلة من ها هنا. واحد الراجل منا من بليده مات الله يرحمه، وليدو يخدم معاه صاحبه، وليدو قرا لباباه سورة ياسين في الليل، قرا له وهداها له، باباه يوقف على صاحبه قال له قل لوليدي هكذا، قل لوليدي هذاك السير اللي بعته لي او نحالي كاع السعله كاش ما بقى غدوه من ذاك السيد يهضر مع صاحبه، قال له اسمع واش بعت لباباك انت؟ قال له والو، ما حبش يقول له، قال له لا قل لي، قال له قريت له سورة ياسين، قال له باباك وقف عليا وقال لي قل لوليدي السير اللي بعته لي نحالي كاع السعله. شفت سورة ياسين واش دير؟ نعم يا سيدي انا استمع اليك. نعم السلام عليكم. نعم يا امي مرحبا بك. الله يسلمك. السلام نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انقطعت المكالمة. إذا المعتدة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، إلا للضرورة. ولذلك أتمنى إذا كان وزير الداخلية يسمعني أن يحبلوا كان يديروا قانون، ولا البرلمان يديروا قانون للمعتدة. احنا في الجزائر مرة تكون خدامة يموت راجلها لازم غدوة تعشي في الخدمة تاعها، ما عندهاش أيام العدة، ما يديرولاش أيام العدة. كيف هذه؟ تصور طبيبة، جينيكولوج، قاضية، يعني في مناصب حساسة، هي راجلها ميت وغدوة لازم تجي تقري. واش من نفس، واش من الحياة، واش من روح، واش من القلب يكون عند هذه المرأة. رحمة بالنساء إذا صحك وتقولوا بلي تحميوا النساء، فماذا بينا يدخلوا العدة في القانون، يعني أيام العدة تكون المرأة مرتاحة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.